تفاصيل أكثر مع الزميل حيدر صالح. أشتر واحد سيتم معالجة الهدف من خلال قناص. إطلاقة أصابت الهدف تم توثيقها لتصف واحدا من أخطر قناصي الحشد الشعبي يتم الاعتماد عليه في معالجة الأهداف الصعبة. فهذا الفيديو يوثق مقتل قناصا ليبيا كان يختبئ في مغارات مدخل قرية آل عيسى أحد ممرات مدينة الفلوجة. أنا مجابل العدو وأتحداه وفينا يتقدم أنا أضرب بالبرناو حد الشاف يموت اللي مجابني. الآن قناصة مطيني وبيها ناذور وبيها هذا قيج ما ادري ايش يسوي هيك، اللي يطلع صبعه اقطع صبعه شاهد الله. ومتحدي كلهم متحديهم اللي يجون. قد عمرك حجي؟ عمره 60 سنة أو 63 سنة. هنا بدأت مشاغلة الحشد الشعبي لعناصر تنظيم داعش بمواجهة مباشرة، وعلى الجانب الآخر بدأت قوة أخرى بالالتفاف ومحاصرة القرية وقطع خط الإمداد الذي يتوجه إلى مدينة الفلوجة. التنظيم كان يراهن على وعورة الأرض لتحصين وجودهم، إلا أن قوة لواء مالك الأشتر القتالية مدربة على أعلى مستوى لمعالجة الأهداف في المناطق الوعرة، فتم إسناد هذه المهمة لهم وعمدوا على تطبيق خطة عرفت بكماشة النار لمحاصرة عناصر التنظيم. خرجنا لكمين للدواعش وبقوة الله تعالى تم القضاء على هذا النقطة التي تواجد فيها الدواعش، حيث تمكنا من قتلهم وفتح الطريق والممر آمن الآن لقطاعاتنا للدخول إلى منطقة آل عيسى. وكما ترون الآن المنطقة عبارة عن جبال وتلال وكهوف ومن الصعب تأمينها. العملية اكتملت بساعتين فقط، وبدأت عملية أخرى لتحرير قرية آل عيسى المعقل الأخير لتنظيم داعش في خاصرة الأنبار. من محافظة الأنبار، حيدر صالح، قناة آسيا الفضائية.